السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع سلسلة الحتة اللي بتيجي معانا هنا سؤال في الجون قلما يخلو منه امتحان. الفكرة بعنوان هات الميل الأول وحل بعدين. يبقى السؤال ده ما تقعدش تحل كده وتجرب، لا لازم تجيب القانون وبعدين تجيب الميل. طيب السؤال بيقول ايه؟ مجموعتان اكس وواي من أسلاك لها نفس الطول. يبقى كده ال ثابت، الطول ثابت، ودي هتفرق معانا في الحل. وكل مجموعة من معدن مختلف، يبقى المقاومة النوعية مختلفة اللي هي الرو اي، والتوصيلية اللي هي سيجما مختلفين. والشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين الار مقاومة السلك ومقلوب مساحة المقطع. أي الاختيارات صحيح عند المقارنة بين المعدنين؟ ما بصش على الاختيارات. إيه خطوات الحل؟ أول حاجة أفكر إيه القانون اللي في المنهج اللي بيربط بين الار والإيه؟ قانون ار بتساوي رو اي في ال على ايه. بعد كده اجيب الميل. الميل بقسم الصادات على السينات، يبقى دلتا ار على دلتا واحد على ايه. مقام المقام يطلع بسط، يبقى ار في ايه. هنا لو ضربنا ار في ايه يبقى هتساوي رو اي في ال، او كانك شلتهم من القانون، شيلهم كده من القانون يبقى رو اي في ال. هو قال لي ان ال ثابت يبقى ملهوش تاثير، يبقى كده الميل يتناسب طردي مع الرؤي. يبقى الميل يتناسب طردي مع الرؤي، واللي عكس الرؤي السيجما. يبقى لو عايزين اكبر مقاومه نوعيه اكبر ميل، ومعروف بقى قلنا كتير جدا الكلام ده ان الميل هو تاني الزاويه، والزاويه دي بتبقى بين الخط ومحور السينات. يعني زاويه واي اهي، اما زاويه اكس كل دي، يبقى مين اللي زاويته اكبر؟ اكس، يبقى ميله اكبر، مقاومته النوعيه اكبر، توصيلته الكهربيه اقل. تعال نشوف بقى السؤال، الاجابه قصدي. معدن من مجموعه الاسلاك اكس له مقاومه نوعيه اكبر، لسه قايلين ان اكس ميله اكبر، يبقى مقاومته النوعيه اكبر، يبقى توصيلته اقل. هو عايز المقاومه النوعيه الاكس اكبر، يبقى دي الاجابه اللي صح. طب تعال نكمل الباقي كده. هل واي له مقاومه نوعيه اكبر؟ طبعا لا، احنا لسه قايلين اكس. هل اكس له توصيليه كهربيه اكبر؟ لا طبعا، طالما المقاومه النوعيه بتاعت اكس اكبر يبقى توصيلته اقل. طبعا السؤال الاخير غلط، لان التوصيله الكهربيه مش متساويه، لان الميل مختلف. يبقى ركز في السؤال ده، بجيب القانون واجيب الميل واشوف الميل بيساوي ايه، والثابت كاني مش شايفه، واشوف بقى العلاقه بين الميل والحاجه دي علاقه طرديه ولا عكسيه. طيب هنكمل برضو على فكره رقم 8. في السؤال برضو جه في امتحان ازهر 2024. هنجيب الميل الاول وبعدين نحل بعدين. السؤال بيقول لي ايه؟ الشكل المقابل يوضح العلاقه بين المقاومه الكهربيه ومقلوب مساحه المقطع لثلاثه اسلاك متساويه في الطول. يبقى كده ال ثابت، ماشي. عايز ترتيب المقاومه النوعيه، زي ما احنا قلنا اتفقنا ان احنا اول حاجه هنجيب القانون. ايه القانون اللي بيربط بين الار والايه؟ ار بتساوي رو اي في ال على ايه. طب الميل هيساوي ار على واحد على ايه، يعني ار في ايه. لو ضربنا ار في ايه يبقى اللي في البص ده اللي هو رو اي في ال. طالما ال ثابت ماليش دعوه بيه، يبقى كده الميل يتناسب طردي مع الرو اي، الاتنين في البسط. فاحنا اللي ميله اكبر يبقى مقاومته النوعيه اكبر، واللي ميله اكبر اللي هو زاويته اكبر اللي هو A وبعدين B وبعدين C. يبقى الاجابه A B C، يبقى الاجابه الصح رقم ج. واستنونا في حلقه ان شاء الله الجايه مع فكره جديده من سلسله الحته اللي بتيجي.